طيب ايه لازمة السطر ده وليه بيغنيني اكتب std تحت؟ تمام، ايه هي النيم سبيس؟ عشان نفهم النيم سبيس اساسا هدي مثال بسيط. مثلا std ده اسم شركة، وفي شركة تانية اسمها اكس، الاتنين عندهم موظف اسمه سي اوت. تمام، طب انا هدي هنا بتكلم مثلا مع حد بقول سي اوت اسم الموظف ده، هيقول لي انت قصدك الموظف بتاع شركة اكس ولا شركة std؟ في لخبطة. الكومبايلر كذلك برضو بيتلخبط في الحتة دي، فانا دلوقتي عشان اكتب له سي اوت بس كده محتاجة اعرفه قبلها واكتب له std اللي هو فلان بتاع شركة كذا. تمام، عشان يعرف يفرق انا هستخدم انهي سي اوت او هستخدم الكلمة دي منين بالظبط او من انهي مكان. النيم سبيس دي عاملة زي شنطة كده انا بجمع فيها كل